يا اخي كنا نسولف على الهلع صدفه واكتشفت ان نص العالم متجربين. وحتى اني كان في تحدي انا وعبد الله، اقول يا اخي سبحان الله اللي قد جاء هلع يصير واضح من وجهه، يعني سبحان الله شوف فلاح تقول هذا مؤسس الهلع. والله وراهنت عبد الله، قلت اراهن ان ابراهيم ما قد جاه هلع، سالته قد جاك هلع ابراهيم؟ قد جاني. طيب ابغى اعرف بس ايش اللي يبين في وجهي انه قد جاني هلع يعني؟ صاحب الهلع اللي قد جاه هلع يعرف انه قد جاك هلع، انا قد جاني هلع زيك. طيب بس كم مستمر معك؟ استمر معي سنتين بالضبط سنتين. ايه؟ سنتين. بس سؤال بالله ما جاتك ايش تقول انت شيء؟ ايش قال يقول لي السنتين هذا اشتراك هذا. حلو والله. اسمع ما قد جاك شعور انك تقول يعني اول ما جاء تقول وش هو ذا؟ جاتك لحظه اني انت اصلا ما انت بعرف هو وش هو. اي هذا هو اللي زاده؟ ده هو دي المصيبه. هذه المصيبه. هذا المصيبه انك ما تدري ايش اللي فيك وقاعد تنتظر انك تموت بس. علموني عشان يمكن انا عندي هلع. ممكن انا ما اعرف وش هلع اصلا. عرف. طبعا انا راهن انه قد جاك. ترى اعراض عطى الاعراض تختلف من شخص لشخص. الاعراض طول العمر السامه تختلف من شخص لشخص، صح ولا ما اعرف انا لا؟ شوف مثلا انا اللي بيجيني خوف، تعرق شديد، رجفه، توتر، الم في جسمي، الم ضيق تنفس، صداع قوي وبموت. مثلا هذا اللي بيجيني. يعني طلع معي هلع انا اليوم اليوم انا عشت. قلت لي كذا انت ما شوف اما وجهك مبين انه قد جاك. ايه ملفوف. صدقني ما لا شوف صدقني لا ما اكيد لا طيب اسمع ما قد جاك احساس زياده؟ ما قد جاك هذا صح؟ يا اخي وشو اصلا ما ادري. انا كنت احسب الهلع شده الخوف عموما يعني وصف لا نوبه هلع، هذه نوبه الهلع تجيك. ايوه نومة هلع. نوبه هلع امسك نفسية هي ما هي بس انها نفسيه تتكلم عنها جسديه لا يعني سببها نفسي. طيب اسمع انت ما تعرف الهلع. يحسب كاميرا. هذا انا احس انه مسبب هلع. هذا يسبب هلع ممكن. قد جاك انت؟ لا والله ما جاني. أنا ما قد جاني، لكن يجيني أكثر من مرة إن كذا ودي أسوي، أحس في شيء كذا داخلي. ما شاء الله شيء. لا ذيك. أي والله يا ابوي ذا أسوي كذا، لكن ما كيف ما دقيقه عرفت ما أعرف كيف أشرح، لكن ما أخذ راحتي كل شيء لازم أسوي. مو بالتنفس، هذا يمكن خفقان عادي. لا انا اقصد قد جاك هذا شارب قهوه. انت لا، كذا لا. شارب قهوه انت. طيب. تقاري لا. البقره شوي ما لا اكثر واحد يمكن فاهمني الحمد لله. يمكن ابراهيم صح؟ طيب بسألك سؤال ابراهيم، ابعلمك وش جاني وعلمني وش جاك وقارن ونقارن. طيب نبغى اذكر الموقف اول هجمه جتك، وين كنت تذكر؟ وين كنت؟ كيف انا قد جاك؟ كيف جتك؟ اشرح لي اياها كيف جتني؟ وبعلمك كيف جتني. اول هجمه ولا اللي اتذكر الحين؟ لا ابغى اول هجمه. اول هجمه جتني بعد صلاه العشاء في 2021 قبلك سنه انا 2019. وما عرفت ايش السالفه يا اخي. كنت اراجع مصحف، كان عندي ود اراجع يعني. كان ذيك الفتره كنت اراجع فيه. كنت اقرا سوره فصلت الوجه الاخير السطر الاول اول آية. بعدين كذا وانا طالع جاني شعور غريب مره، جاني شعور غريب ما لحسه هو شعوره اول مره يجيني ما عرفت ايش. ايه فجاه قمت ابكي. اليه يرد على المستعان. ايه. طيب اسمع يوم جاك الشعور ما فزيت من مكانك قمت؟ لا ما ايه انا ايش اللي سويته؟ إيه؟ قمت ابكي بقوه مره. بعدين ما عرفت ايش اسوي، سكت شوي. بعدين قلت ود بطلع من الغرفه. طلعت لقيت اهلي متجمعين في الصاله، كل الاهلي كذا، وكان ويكند والعائله كلها متجمعه. وانت تقول طبعا في خيالات في بالك الحين، ليش مجتمعين؟ قلت انا بروح جلست توسوس. اي رحت جلست جنب الوالد، قلت كذا وانا ساكت كذا، هم مستغربين من وجهي ايش فيه. بعدين قلت انا اني احس بشعور غريب في صدري، ما ادري وش، ماني عارف ايش. فجاه صياح اصيح ضيق تنفس، بعدين انسدحت، بعدين رجفه، بعدين كأن صدري ضغط زي كذا، ماني قادر اتحكم بنفسي. ايه؟ هم انصدموا ما يدروا ايش يسوون، ما يدروا ايش الحاله ذي يعني. ايه بعدين رشوا علي مويه كذا ابو 7 دقائق 8 دقائق خفت طبيعي. ايه؟ رجعت طبيعي. وانا قلت يا ولد ليش سويت انا ذا كله؟ ايه انا على بالي ان اللي سويته انا دراما، ان انا قمت اسوي دراما وكذا. ما كنت ادري ان نوبه هلع. مشت الليله يعني، وتكررت علي 3 مرات او 4 مرات او 5. الرابعه والخامسه هي اللي عرفتني ان هذه نوبه. ان هذا هلع. كيف جتني انا؟ انا جتني زيك لكن بفراشي. طب ترى تفرق، هي حاله من حاله، ما انفصلت على الواقع. ما جاك حلو. جلست تقبص نفسك تحس انا عايش ولا ايش السالفه؟ 2 منها انفصلت عن الواقع. ايه. طيب انا جتني طال العمر والسلامه وانا بفراشي في الليل 2019
قبل كورونا، اول هجمه قبل كورونا، مستح فراشي في الليل ابى انام، واول مره انا ما اشغل بقره وانا جيت انام. أيوة. اول مره اشغل بقره وانستح زي كذا واركز في الايات، وانا عندي نقطه ضعف من الصغر، ما احب لحظات الوداع. أيوة. فهمت؟ تزعلني مره لحظات الوداع، ما اتحملها. فوقتها كان لا صدق والله اقول لك شيء، تخيل ابوي عمره 65 سنه ما لو بغيت اسافر ما يسلم علي، يقول روح لا تعلمني، لان لو بجلس عندي يصيح، ما يحب لحظات الوداع. اي والله. المهم وانسدح. امي كانوا احنا عندنا نظام نسافر مكه شهر كامل، تخيل جدي وجدتي الله يرحمهم والبزارين كلهم يروحون شهر كامل، وقتها كان هم بكره بيسافرون في الوقت اللي انا بنام فيه، وانا عندي وظيفه ما اقدر امشي. وانسدح يوم انتصف البقره ويجيني شعور نفس اللي جاء، احس في شيء كبس على صدري فجاه وعرقت، اقسم بالله يا عيال يعني لو تمسك اليد كذا تحس انها تزلق، عرق شيء كميات، وفيه انفصال عن الواقع. إيه؟ تخيل اني اقبص من اول مره. اي من اول مره، يعني اقول خلاص جاني شعور انا الان بموت. تخيل قمت من غرفتي فتحت باب اركض اروح غرفه امي، تتأكد. اروح غرفه امي ابغاها بودعها، بقول بكتب الوصيه يا ابوي. اي قسم بالله. واجيها قلت يما انا الان بموت، لا تعوذ من ابليس يا ابن ما فيك شيء، واجلس اقبص يديني زي كذا عندها، ابغى احس انا على قيد الحياه. اذا جاني الالم بقول الحمد لله انا عايش، وتدهني اذكر بزيت مقري فيه ومدري وشو وانسدح وانام واقوم وهي مشت. ويجيني ثاني مره المغرب نفس اليوم قلت والله ما اجلس في الرياض واسحب. تخيل تركت الوظيفه، قال لي المدير قلت باخذ اجازه، يعطيني اجازه، قلت والله ما اجلس عندك، ما اقدر اجلس واروح. وشهر رمضان كان هجمات ولا ادري وش العله، تخيل ما ادري وش اصلي كني مسحور، اصلي الله اكبر فجاه انتفض ابغى اقطع صلاتي، ما اقدر. بس مدتها طائله معك الحين. ها طائله تكرار لان انا ما اعرف السبب. شوف يقول كذا عرف السبب ترى اذا عرفت تتعامل بطل عجب. الشيء بتتعامل معه سبحان متى عرفت؟ لها شيء طبي هيك هو صح. شوف قل لا اله الا الله، درست مع الدكتور طارق الحبيب، تعرفونه صح؟ قبل يمكن اسبوعين. في لها سلوكي وفي لها دوائي على كلامه، لها بس انه الافضل انك تخليها سلوكي قبل لا تلجا للدوائي. طبعا هذه ما تاخذها على كيفك، تروح طبيب، لان تشخيص في حالات، في ناس عنده ليفل عالي، في ناس يعني يوصل كبير ترى من الناحيه ذي عند الناس، عندنا احنا كلنا يا حبيبي. ناحيه الطب النفسي والاشياء. انت ترى المرض النفسي والله انه مثل الزكام والعضوي، ومهم مرة. تكون واعي فيه. الغريب وش هو؟ تدرون ان 60% من الشعب او من الكره الارضيه، ماني بقايل لك المملكه، يعاني من الهلع ولا يدري وش هو، يجيه الهلع ولا يدري ايش سالفته، يحس بالموت. انا اتحداك لو تدخل الحين اي منصه اكتب الهلع، يبيجوك تشوف تعليقات ناس كثير الهلع ولا يدري ايش السالفه. ترى علاجه بسيط. تدري ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل انا لا اجاوب، بالله يا ابراهيم الهلع وش غير فيك ايجابي؟ الهلع وش غير فيك ايجابي؟ زاد نسبه اليقين الصدق. شفت هذه احد اسبابها. تدرون ان النبي عليه الصلاه والسلام جاه الهلع يوم ان انا ناس القصه، يوم يجي في الغار النبي صلى الله عليه وسلم جاه الهلع في الغار يوم عند الاصنام، يوم قاعد الثروني، ويوم عند الاصنام، يوم طلع يركض وهو صغير. يعني ترى شوف الهلع غالبا، يعني ما اقطع غالبا انه يجي للشخص بعد ما يمر في مواقف قويه وصعبه واثقل من استيعابه، يعني فجاه كذا بوف. صح. النبي صلى الله عليه وسلم في الغار الموقف كبير يعني، فانعكس على هو انسان يعني في الاول والاخير. اي صح. اقرا ما انا بقارئ. اي لا هو الموقف يعني نزل دثروني ما اقطع والدك. ايش كنت تقول قبل شيء؟ انا اقصد فيما انا اذكر ان جاه الهلع في مره قد راح عند اصنام وهو صغير، فالله صرفه عن هذه الاصنام بالهلع، جاه الهلع وجالس يركض يمشي. في قصه انا ما اعرف، انا هذه اللي اذكرها، بس يعني بتاكد منها اذكرها. اتذكر مره نمت متاخر، اول شيء تعشيت شاورما، هذا اول شيء، وجاني تسمم من الشرب. نمت الفجر والساعه 7 كذا بدا التسمم ياخذ لعبته، يعني شوف الحين تسمم ونوبه هلع مع بعض، باطني الم مو بصح، جسمي وكل شيء منتهي يعني. فجاه السخونه مرتفعه، فجاه متعرق، الحراره وصدري ضاغط. وقتها انا هذيك هي اللي عرفتني ايش نوبتها هذه المره. ايه جتك الهجمه هناك وعرفتها هذه انها هي نوبتها. بس بعد ما خلص رحت اخذت فروه ما دفيت، فروه وجكيت ولا دفيت، فروتين وجكيت ولا دفيت، لانها وسوس اصلا هي، وفوقها بطانيه ولا دفيت. بعدين اخر شيء اخذت فروتين وجكيت وثلاث بطانيات فوقي كذا كانها جبل، ولا دفيت، وارجف واطلع زي صوت زي البكاء كذا. واخوي جالس من قبل الحيله. اي اخوي نايم، هو قام طالع فيني زي كذا، حس اني ابكي وهو يحسب اني ابكي، بعدين قال ودي خلني بأثر عليه يعني ما بشغله يعني. انا شفت بس انا ودي اقول له يجي يساعدني بس ماني قاعد. طالع فيني زي كذا وسوى نفسه يرجع ينام، ابغى اقول له يجي يساعدني بس ماني قاعد. على الوضع ده يمكن 40 دقيقه ابغى اسيطر على نفسي ماني قاعد. قمت اخذت بنادول ما نفع، اشرب مويه، افطر، اكلت ولا شيء. بعدين قلت يا ولد هو تسمم واضح يعني اللي فيني، والاعراض اعراض تسمم يعني انتم بكرامه. قلت انزل على المستوصف، في مستوصف قريب مره، وجسمي صار يدي والله انا ما في الدم ذا مو موجود، صار ابيض
صفار ابيض، لان السوائل كلها فقدتها للجسم ولمده 40 دقيقه او اكثر. نزلت المستوصف، مده المستوصف في القياده الطبيعيه دقيقه و30 ثانيه من البيت الى المستوصف. اخذت عشان اوصل 20 دقيقه. وش غبش؟ كل كل ما امشي بالسياره شوي احتاج اني افتح الباب وانتم بكرامه ارجع. افتح الباب وارجع في الخط، ابغى اوصل. وش ماكل انت؟ ماكل شاورما. ايه طبعا هذا تسمه الشاورما هذه كنت تاكلها من قبل يعني مطعم ذا ولا اول مره؟ الحين ترى عندي فوبيا من الشاورما عموما، ما اكل لما منور. يلا هذا اعلان لما غير سلام. اشتغل. وصلت المستوصف لقيت قدام في الانتظار شايب وواحد. اول ما دخلت الواحد ذا راح دخل الطبيب، طبيب طوارئ، بقي الشايب قدام. رحت انا جلست كذا رميت نفسي. ايه مقتول فعلا. ما معي احد، والصباح ما في يعني ستاف او طاقم في المستوصف. بعدين الرجال ذا الشايب شايفني تعبان وجاء دوره، قال هو في خاطر يا ولد لا يكون ذا يسوقها بيدخل قبلي. حن علي وفي نفس الوقت شغل حس النبي، طالع فيا بعدين قام راح بك مذبوح. بعدين رجع علي كذا طالع فيا، قال يا ولد انا بروح موعدي اول، ودخل على الدكتور. انا قلت ودي انه ساعدني لاني ما قادر اتكلم، والله ماني قادر. خلص موعده ما طول، فتح نادتني الممرضه قالت ابراهيم. رحت انا باليارة وصلت للدكتور، شافني الدكتور انفجع. الدكتور عادته جالس على المكتب ما يقوم لهذا، اول ما شافني شكله لاحظ العلامات يعني، وانه يفز من على المكتب مسكني من كتفي، قال كم لك هنا؟ قلت لي يمكن 20 دقيقه. قال ليش ما فتحت الباب دخلت علي؟ قلت ماني فاضي تهزئني الحين، سوي اي شيء تكفى. ليه وش يعني وش الوضع؟ فقدت كل سوائل الجسم. شلون كل سوائل؟ معقوله كل 40 دقيقه كل السوائل راحت؟ الضغط كذا، قعدت اعالج السوائل 3 ايام بعدها. الله. اي والله. اذا انت وصلت مرحله الدروب يعني ممكن تفقد حياتك صح؟ اي فعلا. يعني الدكتور قال انت الحين كيف موجود عندي؟ كيف؟ لان انا اذكر يعني واجتمعت معها نوبة هلع. انا اذكر الضغط يعني هو مده معينه يقرا عقبها غيبوبه، او يا ينزل مده رقم معين او انه يرقى رقم معين صح؟ ولازم يكون في المعدل الطبيعي. ايه تكلمتوا على شيء مره مهم، مع اني انا اول مره اخوض فيه اصلا او اسمع حد يسولف فيه، بس واضح انه مره مهم وتقول على كلامك يمر بكثير ناس وذا. ايش احسن تصرف لما تجيك النوبه؟ طبعا في طبيب وبيسالون الناس افضل، لكن يقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب، وانتم جربتوا اكثر من مره. ايش احسن تصرف يسويه الواحد للناس الحين يسمعوا اول ما يحس بالاعراض اللي انتم قاعد تقولونها الحين؟ طبعا في البدايه ما كنت احس شيء. أنا بالنسبة لي طريقتي الشخصية في التعامل معها الوعي بالحال. الوعي صادق. الوعي بالحال إنك تعرف إنها هلع. بس إنك تعرف إنها خلاص. إيه. إذا عرفت إنها، لأنك إذا ما عرفت إنها هلع عز الله ما بتوقف، تنتظر إنك تموت. اللي هو اعراض عيدها، خوف، توتر، تعرق شديد، كتمة شديدة مرة، احساس بالموت. إحساس بالموت. وما يدري وش سببها، يحط في باله يمكن هذا. إيه يعني ترقب الموت ذا الحالة هي. شوف تدري شعورها باختصار، تخيل الحين انك تنزل تحت تركض 5 دقائق ركض مبهر ولا تركض ركض، ثم تيجي هنا وتسولف معنا، كيف بتكون كيف سواليفك بتكون؟ ما انت بعرف تكمل سالفتك اصلا. كذا الهلع يجيك وانت تسولف يخليك تسكت، يجيك وانت واقف يخليك تجلس، يجيك وانت نايم يخليك تقوم، كذا يحوسك يجننك. انا اتفق مع ابراهيم، ترى انا ما رحت لا سلوكي ولا شيء، عرفت انه هلع. هذا اهم شيء. اي واحد من المشاهير تعرفونه عندنا في الدين كان يسولف عن حالة نفسية تجي بس هو مو عارف ايش. اي عرفتها. وراح عند اطباء كثير، طبيب قلب، طبيب مدري ايش، اطباء يعني عضويين، اجهزه طبيب بشري مو بنفسي. ايه مو طبيب نفسي، وراح عند اطباء نفسيين، بس في الاخير يقول طبعا كله يروح يسوي تحاليل، يسوي مدري ايش، ما يطلع فيه شيء، كل اموره طيبه، جسمه تمام، تحاليله تمام، كل امور طيبه، يسوي تخطيط امور طيبه، سوى حتى راح عند شيخ يقرا عليه امور طيبه، سوى كل شيء، يقرا سوره البقره مدري ايش، الامور طيبه. يقول بس الحاله هذه ما تفارق الحين، يقول ما تفارق، ما لانه مو عارف، ما تفارق الحاله. يقول انه يقابل له دكتور ناصح كذا، يقول قابلته في مكان كذا ما هو عياده وش، قام يوصف له الحاله وكذا، قال اللي عندك بسيط، ترى حله منك انت. اي سلوكي، حله منك انت، سلوكي. اي ترى مو بس دوائي، تفكر وتكون واعي في الحاله اللي عندك. اي وتعرف تتحكم فيها وانها بتمشي وبتعدي بسلام. عارف الرجال صح؟ اي تعرف. بعدها الامور ضبطت معه. ما ضبط. صادق انا اشوف وجهه الحين اصلا ما شاء الله تغير. مرة. ابى اقول لك شيء نختم فيه، وعقبه عندي سؤال تو جاء في بالي بسالك اياه. جاك الهلع، انا هذا اللي كنت اسويه، في 3 اشياء لازم واحد وقت الهلع يسويها. اول شيء يناظر الجانب الديني كيف وضعه، حلو؟ معليش عشان ما فينا قلت هذا المشهور انه قرا سوره البقره ولا تغير. إيه؟ لا هو مره مهم، بس اتكلم عن بعض الناس يروح يوسوس يقول سحر ما سحر. إيه. لا انا اتكلم جانب الديني، صلواتك، اذكارك صباح مساء، هذا الجانب الديني، تناظرها تلتفت لها وش وضعي، هذا اول شيء. ثم تلتفت الجانب المحيطي، من عندك عداوات، عندك مشاكل، في شيء يضغطك من برا، في شيء يضغطك في البيت، اي ضغط نفسي. ثم تلتفت للجانب الرياضي، هذه اهم 3 عوامل. صح مره. حلو، كلها تكمل بعضها. لان تخيل انا جاني الهلع 2 خلاص عرفت، تشربت، عرفت وش الهلع. جاء اختي
اي جاء اختي اصغر مني، جاها شهر ما كمل معها، قلت لها سوي كذا 1 2 3 4 5 6 7 اي تخيل كانت تطلع ورقه دفتر كل ما جاها الهلع تكتب كل شعورها ثم اذا خلصت الهجمه طق شق ورقه تحطها في الزباله بكرامه راح منها. تفرغ الهلع يجيك يقول لك انا اخاف من الطياره ماني راكب طياره، روح اركب طياره. جاك الهلع وانت في الطياره روح اركب طياره. جاك الهلع وانت تقول اكسي لانه هو خوف وبيكبر. تقول اذا تخاف من الطياره روح تركب طياره. طيب انا فوق في الطياره واخاف اني اطيح، اروح اطيح؟ لا جت في الطياره ايش كنت اسوي؟ اغمض راسي اغمض عيوني اغمض راسي اغمض راسي حلو واجلس كذا لين تروح خلاص مستسلم لها. بس مو مستسلم لها في البدايه كنت استسلم لها لكن اي صرت خلاص اتعامل معها. بسالك انت جاك الهلع جاء سؤال في بالي، جاك وانت قبل لا تتخرج طبيب عام او بعد التخرج؟ قبل. الغريب انه كيف ما عرفت الهلع؟ يعني معقوله ما عندكم من مصطلحات الطب شيء اسمه هلع؟ لا موجود بس انه ولا في الطب النفسي؟ قلت ما يجي الا موجود، ودرسنا كورس كامل الطب النفسي وموجود. وش درست من الطب النفسي؟ كل شيء الطب النفسي كامل، مو كامل يعني. وش المواد اللي اخذتها طيب من النفسي؟ الطب النفسي انا علم نفس، انا علم نفس. الطب النفسي عندنا في الطب ما تدرس فيه علم النفس، تدرس الطب النفسي. تدرس الطب النفسي. انا فاهم. ايوه يعني الاعتلالات النفسيه اللي تمر بالانسان، الاكتئاب، المدري ايش، اي اضطرابات. بشطح شوي أي. شطحه بس كذا معليش. هل تدخلون في الطب مرات الطب النبوي؟ لا ما يدخل. بس انه يعني يركز الطب النفسي في علاجه على الجانب الروحي مهم ما يهمله، وفي نفس الوقت يركز على الجانب السلوكي ثم يروح على الدوائي. بس انه مثلا في بعض الاطباء النفسيين يحارب الطب النبوي، يحارب يقول لا يا رجال هذا كله، وبعضهم لا يدعم، بعضهم يعني تعرف بعضهم مثلا الطب الصيني والطب الشعبي هذه اشياء يدعمها، بعض يحارب يقول هذه كلها هراء. طيب وش كنتي بتقول قبل شوي؟ الحين يعني مختصر كذا عام للناس اللي عندهم او تمر عليهم نوبات الهلع ومو عارفين يتصرفون فيها. اول حاجه زي ما قال عبد الملك انك ركز على جانبك الديني، تابع صلواتك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى، يعني هذا مره مهم. تحصن مره يعني اذكار الصباح والمساء ترى حصن منيع يعني بعد الله. قراءه سوره البقره هذه مره مهم. هذا الجانب الروحي والجانب الديني. الضغوط النفسيه الجانب الثاني تكون ريلاكس. كل واحد فينا عنده ضغوط، كل واحد منا عنده اللي يكفيه. الدنيا قاعدة تحكه في الأرض حق، لكن هدأ نفسك وريلاك والدنيا ساعة وكل شيء بيعدي. الثالثة رياضي، حرك وخليك إنسان رياضي لو مشي نص ساعة ولا 3 ساعة، لأن إحنا مقصرين مرة خصوصا دلع يعني الأيام دي. ولا صح هلا صادق مشي بس لو مشي أنا عندي إضافة بس. سم. طبعا فيه البعض ترى يحسب ان اذا هو جاته نوبه هلع او كان تعبان نفسيا يقول ليه راجع دكتور نفسي انا مو محتاج. ترى يا جماعه فعلا الطب النفسي مره مهم. لا تقول بينك وبين نفسك تكابر على نفسك لين ما تزيد الحاله عندك لدرجات عاليه، لا تحس نفسك انك انت ممكن فيك بلا فيك تعب نفسي راجع دكتور نفسي ما فيها اي شيء. طيب انا نهايه الحلقه ودي اوجه سؤال. اقسم بالله ان الموضوع جاء كذا عشوائي. كنت اسولف انا وابراهيم على الهلع، فجاه قلنا والله من فيه؟ قال زياد والله ما اعرف الهلع. قال فلاح اوه والله قد سمعت بشيء اسمه هلع. فانا متاكد ان عندكم كلام كثير من الهلع وعندكم تجارب كثيره وعندكم حلول له اكثر. فانا ابغى كلامكم ترى بنقراه. تقراه ابراهيم؟ تقراه يا فلاح؟ نقرا كلامكم. زياد تقراه؟ الجميع بيقراه. سالم تقراه؟ اوكي انا بعلمك. نبي نقرا كلامكم كامل ولا تنسون اللايك والسبسكرايب.